لكل الناس اللي ما عندهاش وقت تعمل اكل ومستعجلين، جايب لكم النهارده اكلات جاهزه على التسخين. تشيز برجر محتاج بس 3 دقايق في الميكروويف. صينيه بطاطس محتاجه تسخين 3 دقايق. انا مش فاهم صينيه بطاطس ازاي في الحلبه دي، هنشوف مع بعض. رز وكفته ودول محتاجين 8 دقايق تسخين. خلونا نبدا بالتشيز برجر. انا صراحه استغربت وفرحت في نفس الوقت اللي انا شفته، اللي هو فكره ان السندوتش يبقى جاهز معاك العيش واللحمه والجبنه، فدي الصراحه جديده عليا. طريقه الاستخدام: بتفتح تطلع السندوتش تحطه في الميكرويف 3 دقايق يبقى جاهز معاك. والعلبه دي سعرها 100 جنيه وجواها سندوتشين. هو الصراحه الحجم بتاعه انا شايفه حلو، على 50 جنيه ارخص من المحلات وعربيات البرجر اللي في الشارع. وجاي معاه كمان كيسين كاتشب. السندوتش مجمد وماسك في بعضه خالص. طيب هو جواه قطعه لحمه وشيدر وتقريبا كده في كاتشب. ندخله في الميكرويف 3 دقايق ونشوف ايه الكلام. وده بعد ال3 دقايق الجبنه ساحت واللحمه شكلها الصراحه حلو قوي. نقفل ونقول بسم الله. هو العيش حلو قوي بس من تحت معرفش ليه ناشف. بسم الله. اللحمه حلوه بس عيبها ليها ناشفه شويه. هي بعيده عن البرجر اللي احنا بنجيبه من بره، قريب قوي من البرجر اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، بس هو صراحه احسن من شركات كتير في السوق. كحجم لحمه وبهارات لا هو احسن من انواع كتير. والجبنه الشيدر اللي حاطينها حوار. الصراحه طعمه حلو قوي. مشكلتي بس معاه ان العيش فيه حتت فيه ناشفه، لكن كفكره ان انت بتاكل برجر في 3 دقايق وبالسعر ده فده حلو قوي. لا وطعمه حلو، اللحمه طعمها حلو قوي، بس زي ما انا قلت لكم اللي هي ناشفه شويه، مش جوسي يعني بمعنى صح. نشوف اللي بعده. رز وكفته، وده من شركه انستا شيف وسعره 150 جنيه. كرات اللحم الشهيه مطهيه على الطريقه الايطاليه. انا الصراحه ما اعرفش هل سعرها كده حلو ولا لا. شويه رز ابيض وكور كفته بالصلصه. هم هنا كاتبين 8 دقايق وورا كاتبين 7 دقايق، فانا هصدق مين؟ ما اعرفش. خدت بالظبط 8 دقايق. خلينا نشوف الرز لوحده. طعمه حلو قوي. كنت خايف من فكره ان الرز يستوي ويجمدوه ويرجع يتسخن تاني، انا صراحه ما حسيتش بده. رز مفلفل مستوي حلو وملحه مظبوط. خلينا نشوف الكفته. خلينا نعدها الاول. ادي 1 2 3 4 5 6 6 قطع كفته بالحجم ده. بسم الله. الله، دي عايزه معلقه متكامله. الطبق ده عالمي. الكفته جامده ونسبه الدهون فيها مظبوطه، والصلصه اللي هم عاملينها دي اللي هي اسمها مارينارا تحفه. تفرق عن اللي احنا متعودين عليها ان بهاراتها زياده شويه، فيها كميه بهارات كتير وطعم الريحان واضح فيها قوي. بس عالميه. وجبه حلوه ومتكامله، بس عايز اعرف رايكم في الكومنتات، هل مناسب عليها ال 150 جنيه ولا غاليه؟ لان ما بقتش عارف ايه الغالي وايه الرخيص. خلينا نخش على اخر حاجه وهي صينيه البطاطس. دي صينيه بطاطس من شركه فودي وسعرها 40 جنيه ووزنها 425 جرام. هي عامله زي علبه التونه بالظبط. تعالوا نجيب طاسة ونفضي فيها البطاطس. صينية بطاطس بجد. فيها قطع بطاطس كبيرة وواضح شرايح بصل وفلفل اسود، وكاتبين ان هي محتاجة تسخين 3 دقايق بس، فهنسخنها لمدة 3 دقايق. اختراع جامد والله، ما اعرفش ناقص يعملوا ايه تاني. وفي 3 دقايق بقى معانا صينية بطاطس. نضرب كده بقى يا باشا الشوكة في البطاطساية ونقول ايه؟ بسم الله. بطاطس مستوية طعمها حلو، بس انا حاسس ان هي عايزة ملح شوية. اخد بس كده حتة صغيرة كده بصلصة. لا البطاطس طعمها حلو بس الصلصه حاسس ان فيها حاجه غريبه شويه، بس برضه كفكره هي عجباني. في 3 دقايق معاك صينيه بطاطس مع شويه رز ابيض من اللي كانوا معانا من شويه يبقى فل. لا بس انا امي بتعمل بطاطس احلى. ودي كانت منتجات من السوبر ماركت جاهزه على التسخين. انا بالنسبه لي اتبسطت جدا من ال3 حاجات اللي كانوا معايا، بس لو هنرتبهم اول حاجه بالنسبه لي وجبه انستا شيف اللي هي رز والكفته، وبعديها البرجر بتاع 3 شيفز، وبعديهم البطاطس، وبس كده. اشوفكم على خير. سلام.